نصائح ما بعد خلع الاسنان. ركز معايا زي البيشنت عشان الفيديو ده مخصوص ليك انت. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لو لسه اول مره تتابعني ما تنساش اللايك والسبسكرايب. يلا بينا نبدا. السلام عليكم عزيزي البيشنت، زي ما اتفقنا الفيديو ده مخصوص ليك انت. لو رايح تخلع سنانك هنتكلم عن اهم الحاجات اللي لازم تعملها بعد ما بتخلع سنانك. طبعا بعد ما بتطلع من عند الدكتور بيديك كميه تعليمات كده وشويه حاجات ان انت لازم تمشي عليها، ويعني معظم الناس ما بتمشيش على التعليمات دي، خلينا نقول ان هو بينسى. فالفيديو ده معاك عزيزي البيشنت، بعد ما بتخلع سنانك المفروض تمشي على نفس الحاجات اللي هقول لك عليها دي، والفيديو معاك بعد ما تروح تخلع سنانك تبقى تتفرج على الحاجات دي. تمام؟ يلا خلينا نبدا. اول حاجه معانا اننا هنقسم مرحله ما بعد الخلع لثلاث مراحل او ثلاث فترات عندنا. اول فتره وهي ما بعد الخلع مباشره لمده ساعتين بعد الخلع. ثاني فتره معانا وهي خلال اول 24 ساعه بعد الخلع. ثالث فتره معانا وهي ثاني يوم او بعد اول 24 ساعه. هنتكلم عن كل فتره فيهم، وكل فتره المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه، وكل فتره بيكون ليها حاجات مختلفه عن الثانيه. تمام؟ ركز معايا يا عزيزي البيشنت. خلينا نبدا باول فتره معانا وهي ما بعد الخلع مباشره لحد ساعتين بعد الخلع. والفتره دي حضرتك يعتبر ما بتعملش فيها حاجه. الدكتور بعد ما بيخلص بيحط لك حته قطن او شاش مكان الخلع، المفروض حضرتك بتفضل ضاغط عليها لمده ساعه مش اقل من كده. حط القطنه لمده 10 دقائق وتقوم شايلها، او ان انت اول ما تطلع من عند الدكتور تقوم شايلها. لا، القطنه دي محطوطه عشان تقفل مكان الجرح ويحصل تجلط للدم والجرح بتاعنا يلم. تاني حاجه عزيزي البيشنت، وهي من اول الحاجات اللي المفروض حضرتك تعملها وتخلي بالك منها، وهي مش بس مرتبطه بالمرحله دي، بالعكس هي مرتبطه بالثلاث مراحل ما بعد الخلع. ودي من اسوأ الحاجات اللي ممكن حضرتك ترتكبها في حق نفسك بعد الخلع، وهي التدخين. التدخين ممنوع منعا باتا عزيزي البيشنت بعد الخلع لمده 24 ساعه. لمده 24 ساعه ممنوع التدخين. وانا كشخصي، انا كدكتور، لما بخلع حالات او الحالات اللي بشتغلها بحاول ان انا اطول مده الامتناع عن التدخين لاكبر قدر ممكن، يومين ثلاثه على قد ما اقدر مع البيشنت. انا بحاول ان انا اخليه يمتنع عن التدخين اكبر فتره ممكنه. تمام؟ بس كحد ادنى عزيزي البيشنت هم 24 ساعه ممنوع التدخين قبل 24 ساعه. نيجي الحاجه اللي بعد كده خلال المرحله الاولى اللي اتكلمنا عنها، وهي امتى اكل واكل ايه. الاكل عزيزي البيشنت بيكون بعد ساعتين من الخلع. حضرتك حطيت القطنه لمده ساعه، بتشيل القطنه بعد ساعه، بتفضل ساعه كمان، بعد كده بتبدا تاكل، والاكل بيكون اكل بارد واكل طري ويكون على الجنب الثاني بعديها بساعتين. تمام؟ نيجي تاني فتره معانا عزيزي البيشنت، وهي خلال اول 24 ساعه بعد العمليه، اللي هي اليوم الاول بعد ما بتاكل. هنا عزيزي البيشنت اكلك كله بيكون اكل بارد طري على الجنب الثاني. اكل بارد طري على الجنب الثاني. ممنوع اي حاجه سخنه، ممنوع تشرب اي حاجه سخنه. تمام؟ ممنوع المضمضه عزيزي البيشنت، اللي هو تتمضمض جامد، اللي هو تضخ الميه في بقك جامد زياده عن اللزوم. انما تقول لي اتوضى، لا، اتوضى عادي طبعا، اغسل بقك عادي طبعا، كل الحاجات ديت مفيش فيها اي مشاكل عليك، بس انك ما تضخش الميه في بقك جامد، ما تمضمضش جامد. تمام؟ تاني حاجه اللي هي البصق، او انك تتف، ما تقعدش كل شويه تتف عشان الدم اللي اتجلط في مكان الجرح ما يطلعش كل شويه من مكانه عشان الجرح يلتئم معانا بشكل سليم. ممنوع عزيزي البيشنت انك تستخدم اي مضمضه او غسول للفم خلال المرحله دي. عزيزي البيشنت لو انت بتعمل تمارين لياقه بدنيه، او ان انت بتمارس اي انشطه من انشطه اللياقه البدنيه اللي هي الشاقه، زي مثلا انك بتجري مسافات طويله، زي مثلا السباحه، زي مثلا انك بتشيل اوزان ثقيله، ممنوع عزيزي البيشنت خلال اول 24 ساعه لحد ما الجرح يبدا يلتئم ويرجع للشكل الطبيعي بتاعه. تمام؟ اخر حاجه معايا عزيزي البيشنت، وهي وارد جدا ان يحصل معاك التهابات في اول يوم خلال المرحله اللي بنتكلم عليها، وهي اول 24 ساعه بعد الخلع. لو حصل عزيزي البيشنت بنستخدم كمادات ثلج على مكان الجرح. وكمادات الثلج فايدتها ان هي بتعمل تقلص للاوعيه الدمويه، او ان هي بتضيق لنا الاوعيه الدمويه فتمنع النزيف، او ان يحصل معانا اي طوارئ. نيجي لاخر مرحله معانا عزيزي البيشنت، زي ما اتفقنا ان هي بعد الخلع بيوم، او ان هي بعد اول 24 ساعه من عمليه الخلع. بيكون اكلنا كله دافي وبنشرب حاجات دافيه كتير عادي، مفيش اي مشاكل خلال اليوم الثاني. خلال اليوم الثاني والثالث بيكون وارد جدا ان نسبه التورم تزيد، فبنستخدم معاها كمادات ميه دافيه. كمادات ميه دافيه دي زي ما اتفقنا بعد اول 24 ساعه، او هو ثاني يوم من عمليه الخلع. يبقى اول يوم معانا لو حصل تورم او نزيف بنستخدم كمادات ثلج. ثاني يوم معانا لو حصل تورم، وزي ما اتفقنا انه وارد جدا انه يحصل تورم خلال اليوم الثاني والثالث، نستخدم كمادات ميه دافيه لمده 10 دقائق على مكان الخلع. تمام؟ حاجه معانا عزيزي البيشنت وهي المضمضه. والمضمضه في الفتره دي مهمه جدا، اللي هو اليوم الثاني من عمليه الخلع بنجيب نص كوبايه ميه دافيه عليها ربع معلقه ملح صغيره، ونتمضمض بيهم لمده 3 مرات في اليوم. ومن خلال الفتره دي نقدر اننا نستخدم مضمضه عادي او اي غسول عادي نستخدمه، واننا نقدر اننا نغسل سناننا بشكل طبيعي جدا، مفيش اي مشاكل خلال اليوم الثاني. بعد ما بتخلص عزيزي البيشنت الدكتور بيكون كاتب لك روشته فيها كافه الادويه اللي انت ممكن تحتاجها، زي مثلا مضاد الحيوي، زي مسكن،
زي حاجه للتورم او التهابات، زي ما الدكتور شايف قدامه بيقدر يكتب لك الادويه المناسبه والمفروض حضرتك بتمشي عليها زي ما الدكتور قايل لك بالظبط. بما انك وصلت معايا لحد هنا عزيزي البيشنت، هقول لك على تركايه سريعه كده. لو حصل لك لا قدر الله نزيف بعد الخلع، انت ماشي خلال ال 24 ساعه الاولانيين تمام، وخلال تاني يوم ان انت ماشي على التعليمات اللي الدكتور قالها لك تمام. لو حصل معاك نزيف وانت في البيت، تقدر انك تجيب باكت شاي او ان انت تجيب شاي بودر عادي وتحطه في قطعه شاش وتقفل عليها كويس وتحطها في ميه بارده وتضغط عليها كده انك بس تصفي الميه اللي فيها وتحطها مكان النزيف او المكان اللي انت حصل لك فيه نزيف مكان الخلع لمده 30 دقيقه. تمام. نكون وصلنا لنهايه الفيديو عزيزي البيشنت، وزي ما قلت لك ما ننساش خلال اول يوم اكلك بارد ريزلت على الجنب الثاني. بعد كده تقدر ان انت تتمضمض بميه دافيه عليها شويه ملح لمده 3 مرات. اكلك ثاني يوم يكون دافئ عادي وبتشرب سوائل دافيه كتير. الادويه اللي كاتبها لك الدكتور تمشي عليها بشكل منتظم. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. سلام.